السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. اذكروا الله، لا إله إلا الله. صلوا على النبي يا حبايبي في الكومنتات، عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. بشكركم كده من قلبي على كل الكومنتات اللي في الفيديو اللي عدى. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا. وأنا عارفة إن أغلبية الكومنتات كلها كانت في الفيديو، لا ما تسحبيش قرض يا أم محمد وكده، واصبري. طبعا كل الشكر والاحترام ليكم اخواتي وامهاتي. ربنا يا رب يسعدكم ويجزيكم خير. انا اتعلمت منكم حاجات كتيره جو والله العظيم. اتعلمت منكم حاجات كتيره. ربنا اللي يعلم ان احنا كان عندنا يعني القرض دوا. بصوا سلايفي وناس كتيره في جنبينا كانوا بيسحبوه، يعني مش ما كانش عندهم قولة حرام كده، وما كانوش بيفكروا في الحته دي خالص. فانا بصراحه يعني اتعلمت منكم حاجات كتيره جو. انا بصراحه ما كنتش بحب ان انا يعني انا معايا سلايفي وجيراننا ناس كتيره في جنبينا وسلايفي دايما بيسحبوا القرض ده. بس انا طبعا بصراحه يعني انا كنت بفكر ان انا اسحب. يعني في مره قبل كده قلت لكم ان انا عايز اخد قرض وكده، وبعدين راح ربنا فرجها من عنده كده وعملت من غير ما اسحب قروض. والمرة دي برضو كمان يعني مش خلاص بقى. انا اقتنعت بكل الكومنتات الحلوة اللي كتبتوها لي وكل الكلام الطيب اللي انتوا قلتوه لي. اقتنعت بيه ان الكارد حرام وكده، وانه بيخرب البيوت. وانا مش ففكرت في كلامكم. قريت والله كل الكومنتات بتاعت الفيديو اللي عدى وكلها والله. بس معلش ما قدرتش ارد على الكومنتات، والله بيبقى غصب عني. اقتنعت والله بكلامكم ليا، وان فعلا القرض ده حرام وخلاص. يعني انا اقتنعت والله بكل الكلام اللي انتوا قلتوه لي. وهنصبر كده، وان شاء الله مصيرها تتعمل الاوضه باذن الله كده. وان شاء الله ده هي مش هتاخد يعني شغل كتير، يعني ده هم يعني مش هتاخد شغل كتير، مش هتصرف علينا يعني. ان شاء الله مصيرها تفرش كده ونعملها باذن الله، ونحط فيها السريرين بتوع العيال، يعني اوضه النوم بتاعت العيال ان شاء الله باذن الله تعالى. اللي يقول يا رب ما ينضمش ابدا، وربنا كبير والحمد لله على كل حال يا حبيبي. هنا يا حبايبي الطيور بقى. البط بتاعنا ده وقلت على قلنا نعمل ايه روتين كده عند الطيور بتاعتنا. بصراحة والله الطيور ده البط ده وضلعني في الاكل جامد يعني بصراحة يعني. بس بحاول كده اعمل له اي اكل كده وياكل كده ويملى بطنه كده ويشبع. لانه طبعا عايز علف، والعلف غالي جدا. البدي جد يعني غالي، سعره غالي. بس انا طبعا بعمل لهم ايه خلطة برسيم كده بقصه على شوية عيش بفايضين من عندي كده ببلهم كده واعمل لهم خلطة كده. وكانت واحدة جيران عطياني جرع كده قطعته، قطعته كله على بعضيه كده، وقلت احط لهم ايه ياكلوا كده ويشبع. وجبت كيلو علف كده بص، وعملت كبيت منه على الخلطة دي كلها كده على البرسيم والعيش واللي هي الجرع اللي قطعته كده، وحطيت كله. بس عندي بيقطعوا بعضيهم، يعني البط هنا كده بيعضوا ببعضي ولسه صغير. بس فقلت احط لهم بقى شوية ملح في المية، يمكن يبطل عضعضة كده ببعضهم بيعوروا بعض. اللي يعرف كده يعني ايه اعمل لهم ايه يعني عشان يبطل العضعضة دي ببعض. واحدة جيراننا بتقولي قص المنجار بتاع حنوكهم قصيه من قدام كده. بس انا خفت اقصه يحسن ينزف في دم يعني وكده، لان هما بيقطعوا بعض بيعضعضوا بعض في جسمهم ومخلين جسمهم كده معور. البط ده مسكوفي، والنوع ده طبعا يا حبيبي دايما كده بيعضوا بعضيه. فاللي يعرف كده حاجة كده يكتبها لي في الكومنتات كده، يعني اعمل لهم ايه عشان يبطل العضعض. انا حطيت ملح في المية. وواحدة جيراننا زي ما قلت لكم جايت لي ممكن تقصي المنجار بتاع البط. بس مش عارفة اعمل لهم ايه والله يا حبيبي، مش عارفة اعمل لهم ايه عشان كده يبطلوا العضعضة ببعضهم. هنا كان عندي برضو شوية جمح رميتهم للحمامات بتوع محمد وسيف. والله العظيم الحمام ده جميل. والسوق اللي فات دوا يعني بصوا اخدت جوز زغاليل كده من وراهم ورحت بعته. بعته بس ب80 جنيه لوحدي. يعني الزغاليل كل حاجة والله خير في البيت ونعمة. لان يعني كانوا صغيرين كده، ورحت قلت بقى نبيعهم وكده. وبقى احنا بنحب الزغاليل يعني ولادنا بيحبوا. بس انا قلت بقى ابيعهم السوق دوا، يعني بيصرف كل حاجة بتصرف في البيت وكل حاجة خير والله ونعمة. بس هنا برضو يا حبيبي كان فايت شوية اكل، عملتهم بقى الخلطة التانية دي كده بحطهم للوزات الكبار. شوية علف على شوية عيش على شوية برسيم مقطع كده، وكل بياكل الحمد لله. هم يوم كده ويوم كده والعملية تمشي الحمد لله والشكر لله على كل حال.
اه يا حبيبي، ده برضو كان عيش كان ناشف عندي كده، بليته برضو سبته والله العظيم الحنفية لما ساعة المية ما ركبنا الموتور بقت على السطح دلوقتي، باخد الأكل بس، والمية في جنبية نعمة والله العظيم من عند ربنا، الحمد لله يا رب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. المية نعمة في البيت. هنا يا حبايبي، ورحت بقى اشتريت بقى الست اللي جميلة بتجيب سمك مشط، من ساعة ما قلت لي السمك الكرموط ده وحش ما تجيبوش تاني يا ام محمد. بجيب السمك المشط ده. كان معاه مشطة صغيرة، ولادي بيحبوها المشطة الصغيرة، بس ما بيحبوش ان انا اعمل وراها رز او اي حاجة يعني. بيحبوا ان انا اكلها كده وياكلوها كده وخلاص كده، ينجوها كده بعيش وياكلوها. ما بيحبوش ان انا اعمل رز ورا السمك ده خالص. بس رحت عملت له، قالوا كمان ما تحطيش يا ماما توم في السمك ده. اعملي لنا التتبيله كده كنت غاسله السمك ومنضفاه يا حبايبي بليمون وملح وخل وكده، وكان نضيف وزي الفل. ورحت شطفتهم تاني بقى وايه، عملت لهم كده ملح بتوابل بكمون. ورحت بقى ايه ملحتهم كده وحياكتهم وسبتهم شويه وبعدين جلتهم. ولادي يحبوا السمك الصغير في المشطه دي، بيحبوا المشطه الصغير. هو بصراحه انضف يعني نوع في السمك، ما فيش اي حاجه يعني، هي السمك البلطي ده. احنا عندنا طبعا بنسميه سمك اسمه المشط. بيسموه عندنا المشط. يلا بقى، بتمنى كده تحطوا لي لايك للفيديو من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم. وربنا يخليكم ليا يا رب دايما، وما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم الطيبه. وربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب. و... وتسلموا على كل الكومنتات الحلوه اللي كتبتوها لي في الفيديو، انا عارفه ان انتوا بتحبوني وبتحبوا لي الخير. و... وانا دايما والله العظيم تاني انا بتعلم منكم حاجات كتير. وبستفاد من اللي انتوا بتقولوه لي، بستفاد منه والله العظيم. وانا دايما بعامل ربنا في كل حاجه، وعمري ما طبعا ما لازم اعامل ربنا في كل حاجه. وانا اصلا مش يعني انا برضو قلت لكم ان انا هسحب الكارد، يعني مش انا لسه مسحبتوش ولا حاجه يعني. قلت اشوفكم انتوا هتقولوا لي ايه، لكن لقيت اغلب الكومنتات ما تسحبيش الكارد يا ام محمد. فانا طبعا مقتنعه بكلامكم جدا. انتم اخواتي وامهاتي وبتعرفوا اكتر مني. ربنا يا رب يجزيكم خير ويخلي لكم اولادكم كده، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه ويحفظكم جميعا. وربنا يرفع البلاء والوباء يا رب. وكل نفسه في حاجه كده ربنا يديها له ويحققها له، امين يا رب العالمين. بيبي، في الفيديو اللي عدى لما انا قلت لكم ان انا عايزه انظف الاوضه، الناس فهمت ان انا بقول عايزه اجيب غرفه نوم لاولادي. لا، الاوضه البيضه قاعده عندي تحت العيال، بس هي مجلعه وكده. انا بقول ان انا كنت اعملها محاره وشويه بلاط. فهمتوني؟ عشان في ناس فهمت. في ناس اغلب التعليقات فين الغرفه بتاعت العيال، فين الغرفه بتاعت العيال. انا قصدي على الاوضه نفسها، ان انا اعملها محاره وبلاط واحط فيها اوضه النوم بتاعت العيال. فهمتوني يعني؟ عشان في ناس كتير ما فهمتش ان الكلام بتاعي في الفيديو اللي عدى. بس خلاص انا اقتنعت بكلامكم، وان شاء الله مسيرها تفرج ونعملها ان شاء الله. انا والله ربنا كريم، وانا لما بصوا بفتكر ربنا في كل حاجة، وبفتكر ربنا وبدعي ربنا، ربنا بيديني اللي ببقى بتمنيه. ربنا يا رب يديكم كل اللي نفسكم فيه، امين يا رب العالمين. الحمد لله يا حبيبي على كل حال، وانا دايما بحمد ربنا على كل حال. الحمد لله والشكر لله يا رب. ومصيرها تتعمل ان شاء الله، مصيرها تتعمل كده واخليها تبقى زي الفل كده، وافرح ولادي بيها ان شاء الله. زي ما كان نفسنا كده ان احنا يبقى عندنا موتور للميه، وان شاء وربنا كرمنا وركبناه كده. باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعملها ونخليها زي الفل للعيال ان شاء الله باذن الله. هنا يا حبايبي السمك بقى انا سبته شويه متبل كده بالتوابل. ما رضيتش احط له توم عشان خاطر ولادي برضو ما تحطيش توم، حاضر، عشان ده طبعا ايه سمك صغير. فقالوا لي حطي له توابل بس. عملته لهم كده بتوابل. وحياكت هما كانوا حوالي كيلو ونص سمك يعني من الست اللي في جنبينا. بتجيب سمك جنبينا كده، وكل ما تجيبي عندي تقول لي عايزه سمك ولا حاجه يا ام محمد. فانا كنت دايما باخد منها سمك الجرموط دوا، وانتوا قلتوا لي ان هو مضر ومش حلو. وبطلت اجيبه نهائي بصراحه والله العظيم من ساعه ما قلتوا لي. ورحت كتبت عنه في النت اشوف يعني. كتبت عنه في جوجل كده اشوف هو مضر فعلا، لقيت كلامكم بالظبط ان هو فعلا السمك الجرموط ده وحش. فبطلت ادخله بيتنا من ساعتها، اقسم بالله من ساعه ما قلتولي ما اشتريته تاني. بس فبجيب اللي هو السمك البلطي ده يا حبايبي. هنا اهو يا حبايبي كنت بحمرهم كده وبنشف عليهم. وكنت عاملاه طبعا ايه للعيال كده عشاء يتعشوا بيه، ولا رضوا يخلوني اعمل رز وراه ولا اي سلطه، قالوا هما بس كده ونتعشى بيه.
السمك الصغير ده يا حبايبي بيبقى جميل في الاكل، احلى من الكبير خالص، ويبقى يعني بص لما بننشف عليه كده في الجلد بيبقى ناشف وجميل ومجرمش كده، وولادنا بيحبوه، والله العظيم بيحبوه، يعني لما اكون عامله السمك الصغير ده بالذات كده يحبه. عندي سيف كمان ابني بياخد مشط كده يشويه، لما اكون جايبه سمك كده ياخد من الست اللي اديني مشط كده لوحدها يشويه كده على عين البوتاجاز كده وياكله مشوي. وده ان شاء الله بجيبه مره كده واعمله لكم ايه من المشاطه دي كده واعملها شويه. اهو يا حبايبي كده عملت السمك كده، وتعالوا اتعشوا معانا.